أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا وحياكم الله من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. وصفات الزيتون كثيرة ومتعددة، اليوم راح أحضر معكم سلطة الزيتون مع الجزر بشكل سهل وسريع وأكيد النكهات ولا أطيب. بداية بحاجة لواحد كيلو من الزيتون الأخضر، حصرا تكون معكم الحبة نوعا ما كبير من وسط لحجم كبير بهالشكل مشان تساعدكم. في عندي هالأداة منشان تساعدني بالتخلص من البذور أو النواة من داخل حبة الزيتون، هي تاعت الثوم ولكن بيكون برضو فيها جزئية مشان أتخلص من البذور. راح أحاول أخذ قطعة بهالشكل وأسنترها بالمنتصف وفقط أضغطها، ونحاول تكون ضغطتنا شوي شوي بالبداية مشان نحاول ما تكسر معانا. سمي بسم الله. شايفين قد ايه موضوعها جدا سهل، تطلع البذور من الأسفل عندي بكل سهولة وسلاسة. على بورد التقطيع بدي أخذ حبة الزيتون وأقطعها بشكل شرائح بهالشكل. شوفوا ما أحلى هالشكل. طبعا بإمكانكم تقطعوهم بشكل شرائح طولية، ما في مشكلة. الشكل يلي متعارف عليه المتعودين عليه بسلطات الزيتون هو بشكل دائري حلقات. بعد ما فرمتهم بشكل كامل صاروا معي جاهزين للانتقال للمرحلة التالية. فرغتهم داخل وعاء عميق بهالشكل وبدي أغمرهم بمي بدرجة حرارة المطبخ، تكون مي باردة طبعا بهالشكل، وبدي أتركهم لمدة يومين مغمورين بالمي. كل 12 ساعة بدي أغير عنهم المي وأرد أكرر بنفس مقدار كمية المي يكون مغمور بهالشكل حتى أتخلص من مرار الزيتون قدر الإمكان. لتحضير السلطة في وعاء عميق راح أضيف بالبداية الزيتون، 2 كوب من الجزر المفروم ناعم، بسم الله نزلهم برضو بشكل كامل. ايضا عندي 1 كوب من الفلفل الالوان مفرومة ناعم. ايضا عندي مقدار 1 كوب من الذرة المعلبة فقط صفيتها. 1 كوب من جوز عين الجمل برضو مكسور بهالشكل. ايضا عندي كوب من الليمون المقشر والمفروم ناعم، وبالاضافة لربع كوب من شرحات الفلفل الحار. ايضا بحاجة ل2 ملعقة كبيرة من الملح الصخري او الملح البحر. ايضا بحاجة لملعقة كبيرة من الثوم المهروس راح اضيفها. وراح اعطيكم التريك يلي انا دائما بستخدمه عندي لكبيس الزيتون حتى احافظ على لونه. عندي نص ملعقة صغيرة من الكركم بالاضافة لنص ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، جدا بتعطي طعم جدا طيب. جميع هالمكونات راح اخلطها مع بعضها، سمي بسم الله، حتى تتوزع عندي النكهات تتغلغل مع بعضها البعض. شوفوا ما شاء الله خليط هالالوان اللي بشهي، هالالوان اللي ولا اروع. بامكانكم بهالمرحله تضيفوا الزيت ولكن برضو انا راح اضيفه على المرتبان مباشره. شوفوا معي ما شاء الله سلطه هيك صارت معي جاهزه حتى اسكبها داخل عندي المرتبان. فرغت عندي سلطه الزيتون داخل مرتبان زجاجي معقم ومجفف مسبقا جيدا. اضفت فقط شرحات من الليمون كتزيين وهو برضو اختياري. راح اغمرهم بمقدار من زيت الزيتون وراح نسكب بتأني وشوي شوي منشان نتاكد انه يوصل الاسفل. بسم الله الرحمن الرحيم. منشان ضمان انه ما يعفن برضه اضافة شرحة من الليمون. راح اتركه بهالشكل لمدة ساعتين وبعد هيك احكم اغلاقه بالغطاء المخصص لإله. راح اتركه يفور تماما وهو مفتوح مكشوف وبعد هيك احكم اغلاقه. شوفوا معي ما شاء الله تقريبا بياخد من 3 ل5 ايام بيكون جاهز للاكل. سلطة هالزيتون اللي غير شكل بتشهي اكيد مع كاسة هالشاي والخبز الطيب، وبألف عافية عليكم.